عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل الطحينة الخام. معايا كوباية من السمسم والكمية اللي انتوا عايزينها طبعا. هديها تشويحة كده بس لحد ما الزيوت كده تطلع ريحتها. بعد كده هحطها في المطحنة وهطحنها زي ما انتوا شايفين كده. لازم تكون بودر خالص. في ناس بتحط عليها فول سوداني. في ناس بتزود الدقيق كتير جدا. والله دي طريقة من ضمن الطرق الكتير. بصوا بودر ازاي ممكن تحتفظوا بيها بودر كده وتبقى طحينة بودر. كده هطحن الكمية كلها زي ما انتوا شايفين. دي كمية صغيرة طبعا، انتوا طبعا عايزين تزودوا الكمية براحتكم. وهنا يا دوبك بس معلقتين صغيرين كده من الدقيق، هديله برده تشويحه واطلع الرطوبه منه وهحطه فوق السمسم. وهنا بقى نص كوبايه من الزيت، وهنزل عليه بنص الكميه وهطحنه جامد. وبعد كده هحط النص التاني زي ما انتم شايفين كده. في ناس بقى بتضاعف الكميه، بتحط كل حاجه زي بعض، يعني كوبايه سمسم عليها كوبايه دقيق عليها كوبايه زيت. طبعا انتوا براحتكم، اي طريقه تعجبكم استخدموها. بصوا كده، دي بقى الطريقه الخام والاصليه. عايزين تستغنوا عن المعلقتين الدقيق برضو ممكن تستغنوا عنه، مفيش مشكله. بصوا الجمال، انا هغير طبعا البرطمان ده عشان طلع كبير. انا هعمل في برطمان صغير. بصوا الجمال، خطير يا جماعه بجد وتحفه، وعمايل ايدينا وحاجه اقتصاديه في البيت. الطحينه طبعا اسعارها غاليه جدا اليومين دول، فنعمل كل حاجه في البيت زي ما انتم شايفين كده. بصوا، وكل ما هتقعد كل ما هتتقل. يا رب الوصفه تعجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.